اللحظة كلها مشحونة بكم كبير جدا على رأي المتابعين عندنا. الكام سنة اللي فاتوا دول هم كانوا بمثابة تقليب الأرض اللي حصل في مصر كلها. أنتج فيها أشياء كثيرة جدا، أنتج فيها كم كبير جدا من المعلومات. في كم كبير جدا من المعلومات دي الحقيقة أصبحت مضللة وبتساند استمرار حالة الفوضى في المعلومات. وأنا شايف إن المرحلة دي إذا كان في شيء إيجابي حقيقي فيها فهو كم ما خرج من الجهاز الإداري للدولة من معلومات. كم المعلومات اللي طلعت منه الحقيقة معلومات كثيرة ومرعبة، وكان كتير مننا الحقيقة لا يعرف حجم هذه المعلومات وحجم ما فيها من أرقام مالية ضخمة بتنفق على مختلف نواحي العملية الثقافية على الأقل في إطار وزارة الثقافة وبشكل عام في الإطار الحكومي. والخطة الاستثمارية اللي كنا دايما بنسمع عنها زمان، وخطة خمسية وخطة خمسية، وكنا نحس إن مصر مع كل خطة خمسية من دول كانت بتدخل في نفق مظلم فتعود أدراجها مرة أخرى لتبدأ في خطة خمسية جديدة ليس لها علاقة بالخطة الخمسية السابقة. فوجئنا الحقيقة بكم هذه المعلومات. أنا لن أطيل عليكم، أنا الحقيقة بحكي تجربة من الانتقال من مقعد أستاذ الجامعة إلى الإدارة في إدارة العمل الثقافي. التجربة دي الحقيقة على صغر زمانها 3 سنوات في الرقابة على المصنفات الفنية من 2009 ل 2012، وهذه الشهور ال4 شهر منهم في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، و3 أشهر 4 أشهر في الرقابة على المصنفات الفنية. هيئة أصول الثقافة زي ما بنحب نسميها، واللي ده يعتبر اسم